مع درجة الحرارة 41 بالضبط، وفي قلب قلب الصحراء. فجماعة الشمال ما يقدروش الجنوب، لكن اما بالنسبة لي انا كأحمد مجدوب تعودت على الجنوب وعلى الشمال وعلى الشرق والغرب، في أي مكان تحطني تمشي اموري. نسمعوا للراحل محمد حسن. قريب 100 170 كيلو عطشانين في المية. بارك الله فيك مشكور هلبة والله. بارك الله فيك مشكور هلبة والله. من طرابلس. بارك الله فيك. عرفتوش برد قاعدة تعشني ولا لا؟ تخيلوا المسافة اللي طلعناها وقطعناها من طرابلس مش نوصلوا لجغبوب، هذه في طريقنا اللي هي مسافة وصلنا لمنطقة حدودية تفصل بين مصر وليبيا. زي ما تشوفوا ايش برد قوي اللي وراي بالضبط. واضافه لنقطه ثانيه طبعا ما تقدرش تتحرك في المكان هو، ليش؟ سبب من الاسباب اللي هي رمله متحركه، فالرمله كلها ملغمه تكون بحكم انها منطقه حدوديه. الرمله متحركه كيف تعرفها؟ تعرفها هكي من هنا لما تجي زي توا تقول لها زي توك واضحه رمله متحركه. هذه بالنسبه للحدود الليبيه مع مصر الشقيقه. بيبارك جغبوب ترحب بك. قصر الثني. طبعا بالنسبه لجغبوب ابنتها العائله السنوسيه، يعني اول زاويه طلعت في جغبوب، والزوايا اللي موجوده في جغبوب منهم القلعه السنوسيه والقلعه اللي احنا موجودين فيها. فالقرعه الحمراء يقولوا لها القرعه الحمراء، يقولوا ان هي ساكنين عيت بسم الله، يقول روايات المدينه. الطون اللي موجوده في جغبوب منهم الزويه ومنهم الحوامد واولاد احمد والسنوسيين والقطعان ولاد الشيخ والاشراف والزنتان وحتى مصراته، هذول كلهم يسكنوا داخل مدينه جغبوب. الجنوب كله بصفه عامه اللي موجود الجنوب الليبي، فاطيب ناس على وجه الكره الارضيه، والله اطيب ناس. والله حلوه الصوره لما تجمعني بك. مرحبا من جغبوب، نحن من الجنوب في عند حدود مصر. والله وعد جغبوب اول ما توصلوني غادي بنقول لكم 30,000 مرة الحمد لله على السلامة وتكرموا وتضيافوا وفي حوشنا. بارك الله فيكم. لكن اسمع والله تجوا طرابلس لازم تجيني. ان شاء الله نجوك. وانت لازم تجيني ونبدا معك من بكري. فلازم تجوني والله. وعد دين حر. لا وعد يا رعيل. وعد يا رعيل. خلاص طيب.